ما كملت الحرب غادي يطلق واحد الدعايه اخرى في الاوساط الشعبيه الجزائريه على ان بن بله باه مغربي وامه مغربيه، لذاك الشيء ما قدرش يحارب خوالو وعمومه. فانتشرت هذه الدعايه في الجزائر، فتم الانقلاب على بن بله، دخلوا الحبس وهو سيطر على السلطه مشكل ماشي مشكل. السي العكاوي، اعطينا قضيه بوخروبه. سنه 1960 61 62 انا كنت باقي صغير، ما بين 6 سنين و8 سنين. عشت واحد المرحله اللي ربما بحكم ان الوالد ديالي الله يرحمه كان في المقاومه وجيش التحرير، ومرحله ديال العصير السياسي اللي شهدوا المغرب ما بين الفتره ديال الاستقلال وتاسيس الاحزاب السياسيه، وبذلك كنت انا قريب من الاحداث. اضافه الى ذلك كان الوالد ديالي كيملك واحد القهوه في الشارع اللي تسمى الان الشارع البكاي لهبيل، وديك القهوه كانت سميتها القهوه ديال القصفه، وبالامازيغيه سميتها القهوه وغنيم. شنو هو اللي جعل الوالد ديالي يعطف على الثوره الجزائريه؟ بحكم ان اولا الوالد ديالي كان في المقاومه، ثانيا الوالد ديالي واحد الفتره فوتها في الجزائر، كانت عنده واحد القهوه في تموشنت، في المدينه تاع تموشنت. علاقته بتموشنت ماشي بعيده على مغنيه، ماشي بعيده على بلعباس، ماشي بعيده على تلمسان، وفي قريبه للحدود، وديك المنطقه معمرينها المغاربه بزاف، حمام بوحجر، تلمسان، بلعباس، عين تموشنت، كاع هاد البلايص فيهم المغاربه بكثره لان كانوا يشتغلوا تما. الوالد كانت عنده واحد القهوه تما، وكان يعرف ناس اللي هما داخلين مع المقاومه الجزائريه، والوقت اللي هربوا للمغرب لقاو الوالد ديالي في المغرب. فبحكم ذيك المعرفه غادي يتعرف على الهواري بومدين، غادي يتعرف على ناس اخرين. انا الوالد تعرف على الهواري بومدين وتعرفوا واحد المعرفه كبيره، وكانت واحد القشله اللي كانت من جمله الاراضي اللي شراوها ولاد بالحاج على الفرنسيين، وهذيك الارض كانت فيها القشله ديال الفرنسيين. فناض محمد الخامس في اطار التضامن مع الثوره الجزائريه وثوره الشعب الجزائري ضد الاستعمار، فاعطى لهم نقولوا بحال القلاع اللي خارجه على الجزائر. عطى لهم مثلا في حفير بجيت الجهه نتاع غرجيفه، يدخلوا على الجهه ديال المريس، يدخلوا على الجهه نتاع بني درار، يفوتوا على غرجيفه، واعطى لهم قاعده خلفيه في عيشون اللي راه مجيت الرقاده، وكذلك اعطى لهم قاعده خلفيه اللي في وولوت اللي هذه كانت نتاع ولاد بالحاج، ومن بعد كانت تما نتاع الجبهه ديال لاريفلان. ولما كتوصل شويه ديك 6 7 العشيه الى كان ظلام الحال، الوالد كان عاطي المفتاح للهواري بومدين باش الى جا معطل من زايو ولا من ناظور ولا مجده يبات تما في القهوه، عطي له ذاك اللحاف ديالو وديك الحصيره ديالو، داك الشيء كلشي موجد من يجي يحل الباب ويدخل. انا كنت صغير، وباش الوالد ما يبينليش شكون ذاك السيد، كانت الوالده الله يرحمها من توجد الحريره ولا حنا نقولوا الطعام الكسكس، كيقول لها عمري شويه غادي ندي معايا الولد. انا من نمشي كانت القهوه ديال الوالد عندها الباب وعندها واحد السرجم نتاع اللوح، كيقول لي دق 3 نتاع الدقات في السرجم غادي يطلع لك واحد المجدوب. انا بالنسبه لي صغير، ومن نشوف هذا بالنسبه لي هو المجدوب، ما عارفوش. والى جانب المقهى ديال الوالد كان هما واحد الريستورون تاع واحد سميتو حنا نقولوا له حميد الحماس، كان عنده واحد الريستورون صغير يدير فيه ديك الماكله على قد الحال وكيبيع يتجر معاه كيقول له. ولكن خذوا هذه الشهاده ان هذا الحميد الحماس كان يعرف على ان الهواري بومدين كيعجبوه الكرعين ويعجبوه الراس
والدواره، وبالخصوص ديك الماكله البكبوكه. هذا الحميد الحماس سواء كان بومدين تما او ما كانش، يجي من ناظور ولا يجي من زايو ولا يجي من وجده، غادي يلقى التبصيل ديالو باللوبيه والحمص والكرعين ولا الدواره ولا البكبوكه ولا الراس دائما. وكان لما ينوض في الصباح كيشرب القهوه ديالو، في القهوه كيشربها كحله، وكان عزيز عليه الشيخ الهواري، القصبه والقلال. يعجب لي يسمع ذاك الراي القديم ديال الجزائر، بحال ديك يا بن سيدي ويا خويا، بحال داك الشكل. بحال كيقول له تمنيت بلادي تجيب الاستقلال ويعيش شعبنا مزيان. هذا المواويل ديال فن الراي القديم بالقصبه والقلال، حتى يشرب القهوه ويسمع لهذه عاد ينوض. في كان يجلس ثانيه من بعد، كان يجلس في شارع محمد الخامس في القهوه الحسنيه. انا واحد الوقت في تما الهواري بومدين كان معروف يلبس واحد طرواكار طويل، وتحت منه عنده واحد السلاح طويل، واش كلانشيكوف ولا شي حاجه بحال الشكل ديال الكلانشيكوف، لان اكيد غادي يكون ذاك النوع ديال الكلانشيكوف. شفت ذاك السيد اللي قال لي با هذا مجلوب وهو هاز الاخر ذاك السلاح. الوليد كانت عنده القهوه ديال القصبه، وكانت عنده قهوه اخرى اللي ما بعيداش على القهوه الحسنيه في شارع محمد الخامس. مشيت عند الوالد قلت له الوالد راه شفت هذاك المجدوب اللي كنديو له الحريره والطعام. قال لي مالو؟ قلت له راه جالس لهيه بواحد الكابوس طويل. انا ناصر يعطيني الوالد واحد الصفعه باقي نعقل عليها الان، وجرني لداخل قال لي ولدي هذوك خصنا نستروهم، راه حنا نعاونوهم باش يجيبوا الاستقلال، هذوك مسلمين خصنا نعاونوهم، وما تعاودش تقول لشي واحد راني شفت عنده الكابوس. انت اسكت من ديك معايا، اعطيه اللي كتب الله غادي ياكلوا، حنا ما عندنا معاهم غير الاجر. هذا هو الكلام ديال الوالد. اما الحميد الحماس، الكلام اللي كان يقول له سمع الهواري، انا معايا كول وشرب معايا، ما غادي تخلصني، ما غادي نسجل عليك، ما نمركي عليك، ما ندير لك كريدي ولا كارني، ولكن نعرفكم انتم راه من تشبعوا كتوليو غداره. هذا الكلام كنت نسمعوه وانا صغير، لان ما كانش واحد المسافه كبيره. يعني هذا الحميد الحماس الى جانب انه كنا جيران في القهوه والريستور ديالو، فكذلك حتى في السكنه ما يفصلناش على الدار ديالو اكثر ب2 متر، يعني كنت نلعب حتى في الدار ديالو. اذا هذا وكان النهار اللي جات الاسلحه من مصر، الباخره الاولى نتاع القنابل، المغرب هو اللي خلصها وسلموها لهم. الباخره الثانيه اللي جات ديال الاميره لينا اللي كانت مسميه عليها الباخره، صافتها جمال عبد الناصر. كاينه اسلحه انا غادي غير واحد التدخل بسيط. كاينه اسلحه اللي كانت كتجي عبر السودان اللي هي كانت اسلحه اسرائيليه، واش صحيح هذا الشيء ولا لا؟ لا، هذا السلاح الاسرائيلي دخل في العشريه السوداء، ماشي في وقت الثوره الجزائريه. اوكي، نخليو هذه حتى من بعد لان جايين شويه بشويه. هذا فالاسلحه دخلت الكاب دولو، قابوياوا، راس الماء. دونك شكون اللي غادي يخرج؟ لان عندنا الرمل بزاف في كاب دولو، ما يمكنش الباخره تقرب، وما كانش مرصى. فالناس ديال زايو، راه كاين واحد السيد راه مشات لي السميه ديالو، ربما مواطن غادي يعرفها، واحد السيد من زايو كان جاب المناضلين اللي معاه. نعم، السي الحمدوني، كنظن السي الحمدوني ولا الحمداوي. الحمدون واه كمال، راه كنتسناو كمال، راه ما معناش كمال هنا، راه ما كاينش كمال، كنقلب عليه راه ما كاينش. اللي كان شي واحد يطاقي كمال الله يرضي عليكم. السي حمدون جاب الناس ديالو ديال زايو، وكانوا ناس ديال كابدولو قابوياوا، وكانوا ناس ديال المساعده، وكانوا ناس ديال اهل الواد، وكانوا ناس ديال بني خالد محفير، وكانوا ناس ديال بني وريمش، وكانوا ناس ديال بني عتيق، وكانوا ناس ديال بني منقوش.
هذو هما اللي دخلوا لداخل البحر وبقاو يهزوا السنادق ويخرجوهم على برا. لما خرجوا السلاح من الباخره كامله بقى لهم كيفاش يفوتوها للجزائر. الهواري بومدين حدوا المساعده، وما بين المساعده وكابدولو كاين الواد ديال الملويه، ما دخلش نهائيا الكابدولو، ما هز قرطاسه واحده، ما هز صندوق واحد ولا شي جزائري هز الاسلحه من كابدولو ووصلهم للجزائر. هذا شجاعه ديال المغاربه اللي قسموا السلاح الاجزاء وبقاو يدخلوا على المريس ويدخلوا على بوكانون ويدخلوا على غار الجيفه ويدخلوا على الجهه اللي قبل بني درار، يهزوا ويدخلوا. لما كيدخلوا من الجزائر عاد يجيو الجزائريين يتسلموهم. اتحدى اي واحد من الجزائريين من القياده العسكريه والسياسيه الجزائريه في جبهه التحرير الوطني الجزائريه، نتحدى اي واحد واش جابنا شي جزائري يهز. الهواري بومدين اللي كذب عليهم ويقول لهم جيت مع الباخره ودخلنا ليه ودرنا ليه، حاشا ومعاذ الله. الا كان قطع حتى الواد ديال الملويه بقى في المساعده ما دخلش تما. اتحدى اي جزائري، ويا ريت يا ريت كان الابراهيمي طالب الابراهيمي ولا بن بله ولا شي واحد اخر اللي على قيد الحياه وتسولوهم. اتحدى اي جزائري من جبهه التحرير الوطني الجزائريه بما فيهم الهواري بومدين، الا كان هو هز قرطاسه وحده ودخلها. واتحدى التاريخ الجزائري اذا كان الهواري بومدين قتل فرنسي واحد او جرح فرنسي واحد او غير خلع واحد الفرنسي او دار له غير هر نهائيا. الهواري بومدين مشهور عليه زوج. اولا قتل الكولونيل اللي كان في قريه اغبال وكان هو اللي يخاف منه بزاف وغدروا قتلوا، وباقي لحد الان القرطاسه اللي ضرب بها راه باقيه في الحيط في اغبال ما بين احفير والرقاده. كاين واحد القريه صغيره سميتها اغبال. وقتل كذلك واحد راه عندي هنا في الاسماء ديالو هو وبن بله تفاهموا عليه وقتلوه، لان من اكبر واشد المعارضين اللي كانوا ممنوع الكبرانات يدخلوا معنا في المؤسسه العسكريه. والهواري بومدين كان خايف منه لا هو لا بن بله، خايفين الى يتبعوا الشعب وتولي الثوره المضاده ويحيدوا مثل ما بومدين ويحيدوا بن بله ويرجعوه هو رئيس الدوله. كان ما عندوش مع فرنسا ولا مع الكبرانات، غير باش نكونوا في التاريخ. وهذا لا يعني خصنا نقولوا واحد الحاجه اللي هي مهمه. اللي نقوله هو مهم هو ان الشعب الجزائري دار الثوره ديالو، الشعب الجزائري انتفض في الاستعمار، وحتى نهار اللي غادي يديروا الاستفتاء من اجل تقرير مصير الشعب الجزائري، فرنسا وزعت هذا المنشور. هاو ما عرفوش يبان لكم ولا لا؟ لا الكاميرا راه طافيه، ما كاينش مشكل. المناشير غناخذوها من عندك من بعد، ناخذوا الصور ديالها ان شاء الله وغادي نرفقوها باللايف. ريفيروندوم دوتورميناسيون تاع تقرير المصير. هل تريد ان تصبح الجزائر دوله مستقله متعاونه مع فرنسا حسب الشروط المقرره في تصريحات 19 مارس 1962؟ تجاوب تصوت بنعم او لا، ياك؟ وعندي وثيقه اخرى للاسف الكاميرا ما كايناش. وثيقه سريه صادرة من الاحتلال الفرنسي في ماي 1962 تؤكد أن ساكنة تندوف ما ترغبش في المشاركة في تقرير مصير الشعب الجزائري من الاستقلال عن فرنسا، بداعي أنهم ليسوا جزائريين بل مغاربة. هذه وثائق، وللأسف ما كانش الكاميرا ما نوريها لكم، ونوريكم حتى عندي واحد المجموعة ديال الوثائق اللي من الجريدة الرسمية الفرنسية اللي فيها الاتفاقيات اللي دارتهم الجزائر مع فرنسا، والتنازلات
اللي روسيا في ذاك الوقت، الاتحاد السوفيتي في ذاك الوقت دهش للتنازلات الجزائريه لفائده فرنسا. الجزائر التاريخ ديالها القرن الثامن عشر والسابع عشر والسادس عشر والتاسع عشر، وهذا شوف تلعب في كل شيء، لكن التاريخ لا يرحم. التاريخ هو عبارة عن حلبة للكفاح العالمي وللكفاح الإنساني، ولا يحق للحمير أن تشارك في سباق الخيول. نعم أكيد. فحينما نريد أن نقرأ التاريخ من القرن السادس عشر إلى 1830 ما غاديش نقراوه احنا في الكتب الجزائرية لأن كل شيء مزور، لكن خصنا نقلبوا على الكتب التركية اللي حكمت ذيك المرحلة. لما كيقول لك أن العلاقة الجزائرية كانت مع الولايات المتحدة عندها علاقة في القرن الثامن عشر، ما فهمتش أنا هذا واش ياكلوا الفلفل الحار بفمهم ولا بالمؤخرة ديالهم، لأن القرن السابع عشر والثامن عشر كان هناك علاقة ما بين الإمبراطورية العثمانية ودول أخرى، لأن الجزائر كانوا بالنسبة لهم كراغلة، والكرغولي في اللغة العثمانية أو اللغة التركية هي العبد. كانوا العثمانيين يعتبرون أن الجزائريين عبيد عندهم. العكاوي غير باش نردوك شويه ما يتساءل عليه الاخوان بزاف اللي كيتساءلوا عليه الان في اطار الحديث اللي كيكون بيننا وبين الجزائريين، تيقول لك اودي راه في 63 غدرتونا حنا المغاربه، غدرناهم في 63. انت دابا كتهضر معنا على واحد الحموله ديال احتضان المقاومه الجزائريه، كيفاش حنا المغاربه غدرناهم في 63 بحكم حنا الجيل ديال اليوم؟ انا ولد ال 75 ما عارف والو على هذه الحقبه، كيقولوا بان حنا المغاربه غدرناهم في 63. نعم شوف، قبل ما نوصل هذه النقطة لابد من توضيح واحد النقطة، شي نقاط مهمين باش تفهموا علاش ناضت الحرب. إذا خليونا نرجع شوية للور قبل الحرب باش تفهموا بالضبط. سنة 1962 أواخر 62 كانت زيارة ديال أحمد بن بلة لجمال عبد الناصر في مصر. قلت 1962 كانوا صافي وقعوا الوثيقه ديال الاستقلال والجزائر استقلت وهذا، فكان اول زياره اللي خصو يديرها بن بلة هو زياره مصر، فاستقبلوا جمال عبد الناصر. وذاك الوقت شكون اللي كان متواجد عند جمال عبد الناصر؟ كان تما المهدي مبركه. فجمال عبد الناصر اتفق مع المهدي مبركه ومع بن بلة، قال لهم الان الجزائر استقلت، خصنا نديروا واحد الخطة حتى يقوم العالم بالاعتراف بالفلسطينيين ويكونوا الدولة ديالهم. المهدي من بركة وبن بلة اتفقوا. ما هي الخطة؟ الخطة هي أن في ذاك الوقت يقطعوا البترول والغاز والمازوت وهذاك على العالم الغربي أوروبا وأمريكا، باش تبقى تما واحد الازمه وتوقع عندهم البطاله وتنوض الشعوب ديالهم من اجل مناصره القضيه الفلسطينيه، فتنوض الدول ديال اوروبا وديال الولايات المتحده الامريكيه تعترف بالقضيه الفلسطينيه. هذه هي الفكره. الموساد والمخابرات الفرنسيه والمخابرات الامريكيه كسبوا الخبر، فخططوا لاغتيال 3 زعماء. الزعيم الأول هو المهدي مبركة الذي أصبح يشكل لهم خطرا، والزعيم الثاني هو بن بلة، والزعيم الثالث اللي غادي يخليوه هو الاخر هو جمال عبد الناصر. لكن باش ينجحوا القضية ديالهم مزيان غادي يصيفطوا اللي غادي يهضر مع الهواري بومدين. فحينما اتصلوا مع الهواري بومدين طمعوه بالرئاسة ديال الجزائر، وها واش راه يدير بن بلة لهيه وها باش كيقوي النفوذ ديالو. فالهواري بومدين هو اللي هضر مع بن بلة على اننا راه عندنا معارضين اللي موجودين في الجبل واللي ما قبلوش الكبرانات معنا، وهاد الكبرانات جابتهم لنا فرنسا راهم يحرصونا احنا ويحرصوا النظام ديالنا وغادي يعلمونا الشعب الجزائري على حمل السلاح، وهذوك ضدهم.
اذا انت السي بن بله غادي تنوض الحرب مع الجزائر، وانا غادي نوجه نداء لدوك الثوار اللي في الجبل باش يهودوا هذه المساله. كان شاهد فيها حتى ذاك نتاع القبائل ايت احمد، كانت ما ايت احمد في الحبس قبل ما نوصلوا للحبس. هذوك الثوار هودوا، وذاك الكولونيل اللي كان يخاف به بن بله والهواري بومدين حتى هو هود بالجيش ديالو. الوقت اللي بن بله هجم كان الملك الحسن الثاني الله يرحمه صافت الجنرال دريس بن عمر بالجيش ديالو، وكان كذلك هناك وفقير، الجنرال وفقير. ففي ظرف وجيز الجنرال دريس بن عمر غادي يتصل مع الحسن الثاني، كانت باقي له 20 كيلومتر يوصل تندوفت، وقال الحسن الثاني واش تبغي تصلي في وهران؟ الحسن الثاني قال له انا صيفطك تدافع ما صيفطكش تهجم. وهنا غادي تدخل الملك ديال الاردن وغادي يدخل تاع السعوديه والكويت، حبسوا ديك الحرب، ولكن دوك الثوار كانوا نزلوا. فاول حاجه دارها بومدين ضغط على بن بله وقتل ذاك الطائر ذاك الكولونيل، قتلوه تما. الورق عندي هنا بزاف ما عرفتش واش غادي نلقاه. المهم غادي يوصلوا التور باش نذكروا السميه ديالو. فداروا في الحبس، مشى كان في الحبس هو وطالب الابراهيمي، وكانوا واحد المجموعه اخرين تما. حكموا غير على ذاك الكولونيل، ما حكموش على كيقول، حكموا عليه. والغريب انه في القانون اذا تيريت على واحد وما ماتش خصك تطلقوا. هذا الكولونيل القرطاسه الاولى جات له في الرجل، ما جاتلوش في الصدر ولا في الراس. ورغم ذلك الهواري بومدين قال له راه يقول لكم بن بله كملوا عليه، وهو كاع ما اتصلش ببن بله. اذا الاطماع نتاع الهواري بومدين اللي من بعد ما كملت الحرب غادي يطلق واحد الدعايه اخرى في الاوساط الشعبيه الجزائريه على ان بن بله باه مغربي وامه مغربيه، لذاك الشيء ما قدرش يحارب خوالو وعمومه. فانتشرت هذه الدعايه في الجزائر، فتم الانقلاب على بن بله، دخلوا للحبس، وهو سيطر على السلطه وبعد دوك الناس كاملين اللي كان يتخوف منهم بعدهم، وطلع في القراد لهاد الكبرانات اللي كاينين اليوم، بحال هذا شنقريحه خان زريحه، بحال توفيق، بحال العماري، بحال هادو كاملين طلع لهم في القراد من اجل حمايه نظامه. وغير البرامج الدراسيه وبقاو يكتبوا شي حوايج ديال التاريخ كأن الجزائر رغم ان الاستقلال الدوله الفرنسيه دارت لها العيد عقد الازدياد سنه 1832، وهما كيتكلموا لنا على واحد التاريخ اللي بعيد بزاف، واللي هذاك التاريخ يحسب على الامبراطوريه العثمانيه. اذا باش عطيت لكم هذا الشيء السياق، شكون اللي بدا الحرب؟ هما، ما بداهاش شي واحد اخر، هما اللي بداو الحرب. يعني القضيه ديال 63 راكم غدرتوا فينا، هذا كذب وبهتان. لا، الغريب في الامر ان محمد الخامس الله يرحمه نهار اللي استقلت الجزائر اعطى لهم هديه 52 طنك، وسنه 1963 بن بله والهواري بومدين جاوا يحاربوا المغرب ب 52 طنك اللي عطاها لهم هديه. هذه مفارقه في التاريخ، نعطيك السلاح باش تضربني، وفي الاخير بقى بن بله حقرونا. الان نحن نعرف قوه المغرب، ونعرف قوه الجزائر، والدول العظمى الولايات المتحده الامريكيه وباقي الدول الاوروبيه بما فيهم الدوله العبريه اسرائيل، راه عندهم التقارير على الشاده والفاده. عندهم حتى الى اعتص دابا الرئيس الجزائري تبون حاشاكم، الى اعتص راهم عارفين في البيت الابيض بالله اعتص. اذا لا حاجه الى الكذب وتدعي ان انت القوه وعندك طيران وعندك هذه وعندك هذه. يا اخي، اذا كان نتنياهو قبل ان يصبح الوزير الاول في اسرائيل فسئل اذا قامت الحرب ما بين المغرب والجزائر القوه عند من غادي تميل، عند من تميل، فاجابهم
هذا العدو نتنياهو قال لهم ما بين المغرب والجزائر العاصمة المغرب لن يستغرق أكثر من 9 ساعات. وهنا أنا كنقول لا يمكن أن نشجع على الحرب، لا يمكن أن ندعو إلى الحرب، ولكن دائما نقول المغرب مد لهم غصن الزيتون، سواء عن طريق الملك في خطاباته، سواء عن طريق القوى السياسية والنقابية، سواء من طرف المجتمع المدني. وربما المجتمع المدني عبر عن الأخوة أكثر في أفريقيا، في الكوب دافريك اللي خرجوا في مختلف المدن يعبر لهم عن فرحته بالجزائر اللي دات لاكوب دافريك. ولكن هذا لا يعني أنه المغرب جبان، ولا يعني أن المغرب ضعيف، ولا يعني أي شيء. نحن دائما كنقول نوجه رسالتنا، رسالة السلام، إلى المسؤولين السياسيين والعسكريين. نوجه لهم هذا النداء: إذا كانوا في مستوى المسؤولية، إذا كانوا في مستوى التفكير، إذا كانوا يحبون الخير لشعبهم، أما وإن كنا نتحدث مع الأقزام فالحديث مع الأقزام يشوه العمود الفقري للإنسان. قلت لك التواريخ، أنا جاي لك باش نعطيك الأمور بالتدقيق. نعم. ما غادي يكذب نعم. الجزائر، ولا غادي يكذب عليا واحد من الخنافس ديال الكبرانات، ولا حتى شي حاجة. هذوك راهم كانوا كل من يسكروا يكتبوا 50 صفحة ديال التاريخ ديال الكذوب. وراه باش نعطيكم بعدا وحده، راه باين شنقريحة راه فرنسي. الله 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 الله. كيفاش؟ عاودة باين شنقريحة، راه ديك المرة اللي ولدت شنقريحة هذاك راه باه فرنسي، اما اللي جا من بعد راه غير رباه. وقول لهم يقولوا هذه الحقيقة. هذه قنبلة، هذه نزيد بوم. لكم حاجة أخرى، نزيد لكم حاجة أخرى. ذاك الصحافي ديال الجزيرة، ذاك الجزائري، نعم، طعارجي. هذاك سميتو بعد لا، الطعارجي ماشي ديال الجزيرة، ديال البين سبورت. بين سبورت هو هذاك. طعارجي. القطراجي، هذاك القطراجي، السي العكاوي القطراجي. السمية ديالو راه في فرنسا، ولكن دراجي. هذاك حفيظ يدير الشمه، السي العكاوي هذاك يدير الشمه. بلاتي حفيظ الدراجي يقدر، انا نتحداه يدير لا دي ان، نتحداه يدير لا دي ان. المراه نهار اللي كان الكابران شنقريحه سارجان في القرا ديالو، وكان يسكن في واحد الدار ديال القور بها بقشها، وحتى هو سارجان بغى الخدامه، وجات عنده مراه تخدم تما وحملها، وباش ما تحصلش فيه زوجها لواحد اخر ودبر له خدمه. ونهار اللي تزاد حفيظ الدراجي كتب بالاسم تاع ذاك السيد اللي غير تزوج، اما لاكيس كانت عامره من عند شنقريحه، عمرها شنقريحه، لاكيس عمرها شنقريحه. فهو ولد شنقريحه لما قرا ودا الباك ودا هذا ودخل دا الجامعه، شكون اللي غادي يوقف معاه في الجزيره عند الامراء ديال قطر؟ هو شنقريحه اللي نبغى يكفر على الذنوب ديالو اللي فاتوا، اللي خلى ولده في كرش ديال واحد المراه اللي ولداتو باسم راجل اخر، وهو يدبر له في ديك القضيه نتاع بين سبورت. واو. بغينا نشوفوا غير القضيه ديال نيلسون مانديلا الذي زار الجزائر في 61 وفي 62، يعني والكلام صدر عن رئيس دوله. شوف ديك الساعه اللي هضر عبد المجيد تبون حاشاكم، واش كان سكران ولا حكاولو ولا ما كيقول له؟ 61 كانت الجزائر عاد ما وقعتش الاستقلال، بمعنى ان الهواري بومدين وبن بله وغيرهم كانوا خارج القطر الجزائري، ما يقدروش يدخلوا تما، كان عاد في الاستعمار، ما كانش اتفاقيه ديال الاستقلال. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني كان مانديلا الوقت اللي دار واحد تجمع كبير يتجاوز 100,000 نسمه في بريتوريا، ووجه دعوه للدكتور الخطيب، وهو كيقول بالحرف: ذهبت إلى المغرب
وتلاقيت واحد السيد اللي هو الدكتور الخطيب، وطلبت منه، بغيت نتلاقى مع الملك. قال له الدكتور الخطيب علاش بغيت نتلاقى معاه؟ قال له بغيت السلاح وبغيت الفلوس من اجل تشكيل نواة لجيش التحرير من اجل تحرير جنوب افريقيا. قال له بلغ الطلب ديالي للملك، والملك صافت معاه 5000 بوند، 5000 جنيه استرليني، اللي هذا الكلام ديال مانديلا قال له 5000 بوند انجليزي في ذاك الوقت، مع هذا الوقت كتسوى مليون جنيه استرليني. ثم قال على ان الاسلحه غادي توصلكم لدار السلام. لدار السلام، نعم، تنزانيا اعتقد. قال له غتوصلكم تما، وقال بالحرف على ان الوقت اللي جا عندي الدكتور الخطيب قال لي غدا في 9 غادي نتلاقاو. قال له انا ما مشيتش في 9، انا مشيت في 8 تاع الصباح، بكرت باش ما يهربليش الموعد. ومن ثم خديت الفلوس ومشيت الى ان اعتقلت في جنوب افريقيا. وهو يعيط الدكتور الخطيب، مشى بالجلابه والرزه، قال له هذا هو الدكتور الخطيب الذي ساعدنا في المغرب. حينما جاء مانديلا الى المغرب، ومن بعد غادي يصيفطوه من الرباط جا هنا، اولا كانت القشله ديال ولوت كانت ما يبات فيها مانديلا، في القشله اللي كان فيها الهواري بومدين. كان يتدرب تما، وكان يتدرب في تافوغالت، وكان يتدرب في عيشون، وكان شي بلايص في الناظور شي بلايص كان يمشي لهم الناظور. هذا التاريخ كان في 61، ولكن كان في مدينه بركان، اقليم بركان، واحيانا كان يمشي الناظور. لم يسبق لمانديلا ان وطأت قدميه الجزائر الى ان خرج من السجن. الى خرج من السجن مشى عندهم يمكن، ولكن 1961 كان في الجزائر، ما يمكنش يكون في الجزائر لان الجزائر ما كانت مستقله، والاستقلال ديالهم هذا شوف الرئيس الجزائري. هنا كنجددوا غير واحد دقيقه، هنا كنجددوا النداء للجزائريين اللي كيجيو يتناقشوا معنا هنايا وكياخذوا الافكار ديالهم من المواقع او عن طريق التبون ديالهم. نحن المغاربه لا ناخذ المعلومات من الاماكن التي تقصدونها، كناخذ المعلومات من المنبع ديالها، من السورس ديالها. ناخذ التاريخ من رجال التاريخ ومن كتب التاريخ ومن التاريخ النقي المنقح. واليوم راه استدعيناكم باش نتشاركوا معكم المصدر اللي كناخذوا منه التاريخ. لم نكن استدعاؤنا لكم كناية فيكم، ولكن لعل وعسى أن تشربوا من منبع نقي كما شربنا، فإنكم تتلقون تاريخا متسخا ملوثا لا علاقة له بالحقيقة، ومصدره الأخير هو الرئيس ديالكم كذاب ومليون كذاب، بحيث أنه يتطاول على التاريخ وكيزودكم بمعلومات كتجيو كتناظرون بها وتصبحون كالأقزام. إذا اليوم تشاركنا معكم واحد التاريخ نقي، تاريخ منقح، تاريخ في شخصية رجل عاصر ناس وشخصيات عندكم انتم على رأسهم بوخروبة. إذا هنا هذا هو المغربي كيتشارك معكم الماكلة ديالو النقية، وكيتشارك معكم حتى المصدر التاريخي ديالو. كفاكم تشبتا بتاريخ أعرج، تاريخ معوق، تاريخ لا علاقة له بالحقيقة. هذا هو التاريخ. أبسط حاجة بأنهم كيعطيوكم الكذوب هو أن ملي يقول لك نيلسون مانديلا تتلمذ مع الثوار و61، ها أنت تسمع الآن تاريخ بلادك، التاريخ النقي.